في أعماق التاريخ المغربي هناك شخصية يلفها الغموض والأسطورة. إنها عائشة القنديشة، المرأة التي حيرت الأجيال وأثارت الخوف والاحترام في آن واحد. لكن من كانت حقاً؟ هل كانت عائشة القنديشة ساحرة مخيفة، أم امرأة مناضلة قوية، أم ربما ولية صالحة لها بركاتها؟ يقول البعض إنها لم تكن أكثر من امرأة جريئة تحدت الأعراف والتقاليد، فصارت رمزاً للقوة والتمرد في زمن لم يكن للمرأة فيه مكان للقيادة. لكن هناك من يؤمن بأنها كانت أكثر من ذلك. هنالك روايات تحكي أنها كانت ولية صالحة لها قدرات روحانية جعلت الناس يتبركون بها، بل وحتى يخافونها. هل كانت حقاً صاحبة كرامات، أم مجرد شخصية نسجها الخيال الشعبي؟ لكن نظرية أخرى تقلب كل الموازين. يقول البعض إن عائشة القنديشة لم تكن سوى مقاتلة شرسة قاومت الاستعمار البرتغالي، تستخدم المكر والقوة للإيقاع بالغزاة، وتصبح كابوساً يلاحقهم في كل معركة. فهل كانت بطلة قديسة، أم مجرد أسطورة صنعها الخوف والخيال الشعبي؟ ربما لن نعرف الحقيقة أبداً، لكن عائشة القنديشة ستبقى واحدة من أكثر الشخصيات غموضاً في تاريخ المغرب.